وصفتنا النهاردة من الوصفات اللي كل ولادنا بيحبوها وبيطلبوها. هنعمل مع بعض الكول سلو في البيت. طبعا الكول سلو مش كتير اللي بيعرف يظبط المقادير بتاعته. النهاردة أنا هقول لك مقادير مظبوطة على الشعرة، وأعمل معاكم كمان المايونيز في البيت عشان توفيرا للنفقات، لأنه طبعا بيبقى مكلف جدا. فاحنا هنعمل مايونيز في البيت وهنعمل منه الكول سلو. المقادير مظبوطة جدا جدا، خديها مني واعمليها وإن شاء الله هتبقى كل المقادير بتاعتك مظبوطة. طبعا الفيديو بتاع المايونيز انا عملته لكم الفيديو اللي فات، بس اقوله لكم على السريع. حطيت بيضه، حطيت عليها كوبايه من الزيت النباتي، حطيت معلقتين من الخل، حطيت مع نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر. ابتدي اضربهم بالهاند بلندر ضرب متقطع، ممكن اضربهم في الخلاط بتبقى احلى كمان، بس برضو ضرب متقطع. حوالي 3 4 دقايق بالكتير وهتلاقي المايونيز ابتدى يربط معاكي. زي ما احنا شايفين هو لسه عشان سخن فيعتبر خفيف شوية، لما بتسيبيه بتحسي ان هو بيتقل اكتر. انا استخدمته على طول. دي الكمية اللي هو عطاهاني، كمية تعتبر كبيرة. الكمية دي لو هتشتريها طبعا بره انت عارفة بكام. بعد كده انا جايبة هنا كوبايتين من الكابوتشا المبشورة. ممكن الكرنب اللي هو الاخضر هينفع بتاع السلطة. هنا واحدة من كوباية من الجزر المبشور. هحط كمية المايونيز اللي أنا عملتها كلها. في ناس بتحط زبادي، أنا بصراحة مش بحب أحط زبادي، يعني أنا بستكفي بالمايونيز وبيبقى طعمه جميل جدا. وطبعا ده تعمليه من بالليل أو تعمليه الصبح عشان إيه تاكليه مع الغدا. حطيت معلقة كبيرة من السكر، وهحط نص معلقة صغيرة من الملح. وكده الكول سلو بتاعي يعتبر جاهز. اقلبه كده مع بعض عشان كله يختلط مع بعضيه، واحطه في علبة واقفل عليه واسيبه في التلاجة. زي ما اتفقنا، اما تعمليه الصبح عشان تاكليه على الغدا او من قبلها بليلة. وهيعجبكم ان شاء الله، لانه فعلا المقادير دي مظبوطة على الشعرة. اتمنى ان انت تجربيه، ولو عجبك ابعتي لي كده كومنت حلو، شيريه لاصدقائك. ولو اول مره تشوفي القناه، انا ماما وده مطبخي مطبخ ماما. اتمنى ان انت تشرفيني بالاشتراك في القناه وشيري الفيديو عشان نرفعه، ولايك للفيديو حلو كده منك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.